السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم رجعت لكم فيديو جديد بوصفة جديدة. اليوم درت لكم طبق رئيسي ورم الشهر الفضيل. تبعوا معايا الوصفة للأخير باش تكتشفوا معايا كامل التفاصيل. اول حاجة بسم الله، هنايا عندي الزيتون درت له مغرف كبيرة فرينة ومغرف ملح وخليته يغلي. نبدلوا له الماء 3 مرات. عندي في الطنجرة تاعي الزيت والبصل رابي وطرف تاع الدجاج مع الزرودية. قطعتها بهذا الشكل. بالنسبة للتوابل عندي فلفل اسود وزنجبيل والكركم والملح. نخليوها كامل يتقلاو على النار ونمرقوا بالماء قيس ما يتغطى الدجاج تاعنا، ما تكثروش الماء. هنا عندي في المقلاة بصله قطعتها شرائح وربيت زروديه هكا كما راكم تشوفوا، ودرت لها شويه زيت وشويه ملح وخليوها تقلى. هنايا نروحوا نحضروا الدجاج تاعنا. عندي صدر دجاج قطعته بهذا الشكل ورايحه نرحيه نرحيوه مليح في الاشوار. بالنسبه للكميه كما تحبوا على حسب افراد العائله تاعكم. انا هنا استعملت صدر كامل تاع الدجاج. نديروه في الصحن ونديروا التوابل تاعنا. عندي هنا حبه بيض، عندي نصف حبه تاع البصل كنت قطعتها رقيقه، وعندي المعدنوس. بالنسبه للتوابل عندي ملح، فلفل اسود، زنجبيل والثوم، وهذه بسيبيسه غادي نطحنها هكا ونديرها في الدجاج تاعي يتمدوق بزاف بنين. بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. غادي نضيف هنا 4 معالق تاع لا شابلور ولا الخبز المطحون، ويلم لي هاد الكفته ديالي ويخليها طريه. نموها مليح بهاد الطريقه. نقسموا هاد الحصه على 2. هنايا عندي سلوفان درته 2 مرات سلوفان باش ما يتقطعليش وما تخرجليش الحشوه. هنا غادي نبسطوا الكفته ديالنا بهاد الطريقه. نستعينوا بالماء، نديروا الماء في يدينا ونبسطوها مليح كما راكم تشوفوا. نحاولوا نسقموها مليح. وهنايا درت فرماج مربعات حشيت به في الوسط. بهاد الطريقه رايحه نضيف هذيك البصله والزروديه اللي كنت قليتها في شويه زيت وملح تمد حلاوه الطبق تاعنا والوان. ثم انا راح نضيف فرماج تاع الميزان تاع المربعات. وهنا غادي نروليها، نحاولوا ندخلوا هذاك الفرماج لداخل هكذا ونروليوها بهذه الطريقه. نزيروا عليها مليح ونلفوها مليح كما راكم تشوفوا معايا. وهذه الطريقه رايحه نجيب الالومنيوم، ندير 2 طبقات تاع الالومنيوم ونلفها فيه. هكذا باش تحافظي على الشكل تاعها. هذا الصدر تاع الدجاج دار لي 2 رولي بهذه الطريقه كبار، وتقدروا ديروهم صغار. هنا عندي كملت الكفته تاع الدجاج قسمتها على 2، كنت درت الرولي الاول وهذا الرولي الثاني. بنفس الطريقه غادي نبسطه مليح فوق ورق السلوفان. هذا غادي نحشيه بالفرماج مربعات. وهذيك الزروديه ديالي كنت قليتها مع البصله تاي نديرها في الوسط هكا والفرماج
هنا كل واحد كيفاش يحب يحشي. كاين اللي يديروا له البيض تاني يجي بنين، كاين اللي يديروا له السلق، كاين يديروا له الشامبينيون مع الزيتون تاني يجي بنين. طريقه نزيرو عليه مليح وروليوه هكا كما راكم تشوفوا. وراني رايحه نديرها عاود في الالومنيوم. هنا راح نديرو في الكسكاس ونخليوه يفور مده 45 دقيقه. كنا درنا الماء من قبل يغلي. هنا بالنسبه للمرق تاعنا بعد ما طابلنا غادي نضيفو عليه الزيتون. بعد ما الزرديه طابت واللحم طاب غادي نضيفو عليه الزيتون. هنا عندي سنينه تاع الثوم نربيها فوق الزيتون. انا نحب الثوم بزاف مع الزيتون يمد بنه خاصه. هذه في الاخير نضيفوها. ورايحين نضيفو عليه رشه تاع المعدنوس ورشه تاع الفلفل الاسود ونرجعوه فوق النار على نار متوسطه ولا نار قليله باش هاد المقادير كامل تدخل في بعضها تجينا المرقه عاقده وبنينه. غادي نرجعها فوق النار ونخليها تتجمر. هنا عندي في مقلاة درت شويه زبده. غادي ندير الشامبينيون هذا وندير عليه شويه رشه تاع المعدنوس ونخليه يتقلى على نار قليله. وبعد ما يتقلى لي مليح نضيف له شويه ملح هذا باش نزينو به. بالنسبه للرولي ديالنا هذا هو رايحين نفتحوه وهنا مازال سخون. انا حبيت نوريكم كيفاش يكون. يجي بزاف هايل. شوفوا الشكل تاعه واللون تاعه بزاف رائع. نحيو له الالومنيوم، نحيو له الالومنيوم كامل ونحيو له البلاستيك هذاك اللي درناه له. ورايحين نحمروه في المقله. نديرو شويه زيت في المقله ونحمروه فيها مليح من كل الجوانب حتى يتحمرنا. كاين اللي يديره في البيض والشابلور ويقليه، وكاين اللي يخليه هكا كما تحبوا ديروه في البيض والشابلور تقليوه تاني يجي مليح. انا فضلت هاد الطريقه يعني نحمره هكا في المقله كيما راه هكا. نحمره مليح من كاع الجوانب. كما تقدروا ديروا بودان صغار تاني يجيو شابين. انا رايحه نقليوه. تقدروا تقليوه في شويه سمن وشويه زبده تاني يجي بنين. هنايا نحمره مليح من الجوانب كاع ونقدموه فوق الطبق تاعنا اللي هو الجزر والزروديه عفوا والشامبينيون والزيتون. نخليوه يتقلى مليح. هنا بعد ما قليناه حنا جبناه درته في الطبق هكا طبسي باش نقصه معاكم. هاد الطريقه يجي بزاف هايل. يعني يجي القوام تاعه بنين وطايب وما يجيش ناشف من الداخل. درنا له لي شابلور درنا له الفرماج درنا له يجي بزاف بنين. هاد الطريقه كما راكم تشوفوا الشكل تاعه. الشكل تاعه يجي بزاف بنين. فيه فخوماج من الداخل والزروديه والبصله. دونك غادي نقدموه مع الطبق تاعنا. الزيتون جا بزاف بنين. وصفه سهله وبنينه توالم الشهر الفضيل. وهذا هو الطبق الرئيسي اللي درته لكم. ان شاء الله تسيوه في رمضان.